اثق فيه تاني ازاي بعد ما علق على صورة واحدة ست غريبة وبيقول لها ايه الحلاوة دي، ايه القمر ده الطقم هياكل منك حتة. مم. والحقيقة ده سؤال بيتكرر كتير وبيتقال كتير في بيوت كتير ومن زوجات كتير، واتسأل مش بس اتسأل كده عادي، لا ده اتسأل بدموع وهي حزينة ومكسورة، انه ازاي اثق فيه وهو عمال يكتب لدي ويكتب لدي الحلاوة دي والقمر ده وايه الجمال ده وايه الشياكة دي. الله سبحانه وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف. المعروف بقى مش معناه مش مجرد عشرة تحت سقف واحد وان احنا زوجين قاعدين مع بعض في بيت واحد وان انت بتصرف علينا وعلى الولاد بس، لا، المعروف من ضمنه كمان الأمان والاحترام والتقدير وإحساس إن زوجتك مطمنة وهي معاك، وإن أنت سند ليها، وإنها مش شايفة إن أنت محسسها إنها أقل من أي حد، وإن أنت ممكن تنجذب لأي حد وتعلق لأي حد، والإطراء والثناء والمجاملات والحاجات اللي هي ما بتسمعهاش منك بتشوفها انت بتكتبها وبتعلق بيها عند ستات تانية. المعروف انك ما تسيبهاش تحس بنقص داخلي، وانك دايما تخليها حاسة انها فاقدة الثقة في نفسها، وانها بالعامية كده زي ما ناس كتير بتقول مش مالية عينك، وانك عمال تبص هنا وهنا وهنا وتلقي الكلمات الجميلة الحلوة اللي كلها إطراء لستات تانية وسايبها هي.